كنظن ان جميع المحللين وجميع الجماهير وجميع المتابعين كيشوفوا ان السي وليد الركراكي عنده واحد المجموعه من الاخطاء، ولكن هو ما كيشوفهاش، وانما كيشوف راسو انه على حق. سيرتو اننا درنا واحد لا ليست تاع انتصارات وواحد السلسله متتابعه ديال الانتصارات اللي هي انتصارات خادعه. علاش خادعه؟ لانها كانت على فروق ضعيفه. هاد الانتصارات كاملين كانوا على فروق من المستوى الثالث والرابع، بينما في كاس افريقيا الا بغيتي تربح خاصك تنتصر على فرق من المستوى الاول للمستوى الثاني، وهي مالي غير من المستوى الثاني واش دارت لينا وبينات الوجه الحقيقي ديالنا. لهذا السي وليد الركراكي واحد المجموعه ديال النقاط الى وصلك هذا الفيديو، وهي ان السي امرابط سفيان امرابط لاعب عزيز علينا وقدم مستوى رائع في كاس العالم، ولكن هذا اللاعب هذا كيخدم في المنظومات الدفاعيه. سفيان امرابط مزيان الا كنا لاعبين ضد شي فرقه قويه بزاف وحنا راجعين لور ومدافعين وكنلعبوا لا كونتر اتاك، هنا سفيان امرابط مزيان. ولكن فاش تكون لاعب ضد فرقه من مستوى اقل منك، فرقه من المستوى الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وانت خاصك تكون هاجم طول الماتش وخاصك تكون ضاغط عليهم، هنا سفيان امرابط ما عندوش دور. علاش؟ لانه ثقيل بزاف في بناء اللعب، كيشد الكره كيبقى يفكر بزاف لما غيعطيها، وغالبا كيلعب باس اللور ولا باس الوسط، ما كيحاولش يزيد بالكره قدام، لهذا كيعطلنا بزاف. وغير البارح في الماتش تاع مالي جاتو واحد الكره قريبه للتوش بحال داخ كيقلب على بونو فينا هو ولا كيقلب على الياميق باش يرجعها ليه، ما مولفش انه يلعب لقدام. هذه اول نقطه. ثاني نقطه هو ان واحد جوج اللاعبين من احسن اللاعبين عندنا في المنتخب حاليا اللي هما مزراوي وصلاح الدين، قدموا مستوى رائع في الماتش الاول والماتش الثاني. دابا غيرجع عندنا الظهير الاحسن في العالم اللي هو حكيمي. بمن غنضحيو؟ واش غنضحيو بصلاح الدين ولا غنضحيو بمزراوي؟ الراي ديالي من خلال متابعه مجموعه من المحللين ومجموعه من الناس اللي كيحلوا كره القدم بكل حياديه، وهو ان السي وليد الركراكي خاصو يكون مرن وسلس، بمعنى انه ما خاصوش يبقى يلعب دائما بنفس التكتيك ونفس الخطه ضد جميع الخصوم. هذا لا يمكن في كره القدم. راه كل مباراه عندها التكتيك ديالها وعندها الخطه ديالها، ماشي انت كل ماتش لاعب بنفس الخطه. الخصوم كيقراوك، كيعرفوا الخطه اللي كتلعب بها وكيوجدوا ليها. ما كتبقاش عندك مفاجآت، خاصك ديما تكون عندك مفاجآت وتكون عندك خطط بديله. مثلا بالنسبه للمزراوي وصلاح الدين وحكيمي، هادو ثلاثه مزيانين. الوغ شنو خصنا نديرو؟ خصنا نجمعوهم كاملين في خطه واحده. شنو احسن طريقه باش تجمعهم؟ عندنا مزراوي ديجا في مان يونايتد كيلعب في 3 اللور 3-4-3، كيلعب هو المدافع الثالث. علاش ما نديروش هذه الخطه؟ نلعبوا مزراوي وحداه الياميق وحداه اكرد، وقدامهم كاين حكيمي في اليمين وكاين صلاح الدين في اليسار، وباقي اللاعبين دير اللي بغيتي. هنايا غتكون حررتي صلاح الدين وحكيمي انهم يطلعوا ويديروا مسانده هجوميه كيبغاو، وفي نفس الوقت امنتي الدفاع، ما يبقاوش خايفين على الدفاع. لان فاش كنلعبوا 4 اللور وكيطلع حكيمي وصلاح الدين ولا مزراوي وصلاح الدين